السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. يا رب كل الناس تكون بأحسن صحة وبأحسن حال، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو الفويس اوفر. وايه هي الفلاتر المستخدمة في الفويس اوفر؟ يعني لو احنا الوقت معانا الفيديو بعد ما اخرجنا الصوت منه عايزين نعمل له تعديل، هنبدأ نسمع الصوت الأول، وليكن مثلا ده صوت الفيديو اللي احنا هنعمل عليه الشغل ونضيف عليه المؤثرات، وبعد كده نضيفه على الفيديو تاني بعد ما نعمل له عملية الميكسينج أو الماسترنج بتاعه. نسمع الصوت بداية كده في الأول بدون أي إضافات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وكل عام وحضراتكم بخير. تمام، ده الصوت بدون اي اضافات خالص. فكل اللي عليك في البداية طبعا، آه كلنا عرفنا الحركة دي، انك هنعمل نويز ريدكشن للتراك الصوت اللي قدامنا، ومن على الكيبورد هنضغط كنترول ار، ونبدأ نشيل الحاجات اللي هي الزيادة دي. بس في البداية لما بتيجي تشتغل في الفويس اوفر، في الفويس اوفر، بتشغل الصوت وتشغل الفيديو على شاشة تانية علشان تشوف الصوت، إذ ربما يتاكل حروف معينة كده انت ما تاخدش بالك منها. تمام، فلازم تراجع الصوت مع الفيديو وهو شغال. هنرفع هنا البيس شوية، ونفس الخطوة تاني هنرفع التريبل شوية، بحيث ان الصوت يبقى معانا فاتح كده وكويس، وليكن كده مثلا. بعد كده هنضيف كومبرسور للصوت. من افضل الكمبرسور الضغط للصوت اللي هو من فلاتر الويفز، طبعا كلنا عارفينه، ارفوكس ستوريو، ارفوكس ستيريو. تمام، مش عارف في حاجة هتضغط على 25 ونديله ابلاي. تمام، هو كده ضغط الصوت معانا. ممكن برضو نضيف له ليمتر كمان لو حابين، ليمتر ستيريو، نخليه مثلا عند 3 عند 4 حسب ما تحب وحسب ودنك انت. تمام، كده الصوت اتضغط معانا اكتر. نسمع كده مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل الناس اللي بتتابعنا. تمام، ممكن بقى بعد كده لو في حروف زايدة ولا حاجة نضغط على حرف الدي عندنا على الكيبورد، نجيب الدي ايسر، ده بيشيل الحروف الزايدة في التراك السين الشين الكلام ده. تمام، شالها اهو. نبدأ نسمع مع بعض تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. تمام كده. ممكن بقى يعني لو انت حابب تضيف تلميع للصوت اكتر، يعني لو عايز تلمع الصوت اكتر بقى بتبدأ تضيف فلاتر للتلميع، وليكن مثلا هنضيف الفلتر ده، فلتر اس، ايوه، ار عفوا، ثواني، ار شانل ده، انا اسف. نسمع كده مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو الفويس اوفر او التعليق الصوتي، وما هي الفلاتر اللي هنستخدمها او المستخدمة في التعليق الصوتي. ايه هي الفلاتر المستخدمة في التعليق الصوتي؟ ابقوا معنا نسمع مع بعض من البداية كده ونشوف الفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو الفويس اوفر او التعليق الصوتي، وما هي الفلاتر اللي هنستخدمها او ممكن نعمل له بقى كده اضافة لو انت حابب انه يفضل كده، وبعد كده بقى بنضيف له ليمتر تاني علشان الصوت يبدأ يعلى معانا تاني. نسمع مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو الفويس اوفر. تمام، بعد كده بقى نبدأ لو في عندك فلتر
ان اس ستيريو. ده فلتر عامل زي النويز، زي اكس نويز كده، بيشيل الوش اللي في الصوت والضوضاء. شوف عمل الصوت ازاي، نسمع مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. مش عاجبنا مثلا هترجع كنترول زد، في كنترول زد تاني، في كنترول كده رجعنا الصوت زي ما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتتابعنا. انا اعتقد ان الصوت كده كويس، بس احنا ممكن لو في وش ولا حاجة نضيف الاكس نويز، علشان لو في حاجة ممكن نشيلها في الضوضاء الكلام ده كله. طبعا كلنا عارفين الاكس نويز بيعمل ايه. وبعد كده بتبدأ بقى تشيل الشوائب اللي هنا دي كده، حاجات بسيطة خالص. تبدأ بقى تنظف الصوت معاك، ترك الصوت ونسمع مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتتابعنا النهاردة. ممكن برضو نضيف حاجة تانية، نعمل له زي صوت تلميع كده، ليميتر ده، ونديله اوكي. نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس اللي بتتابعنا. بحيث ان الحروف عندنا ما تبقاش حادة في النهاية كده، تبقى الحروف ناعمة سوفت، بنديله سوفت كده بتبقى الحروف ناعمة. وبعد كده لما حضرتك بتاخد التراك الصوتي تركبه على الفيديو وبتضعه في برنامج المونتاج ايا كان البرنامج اللي حضرتك بتشتغل بيه، ادوبي بريمير ايا كان، فبتبدأ بقى برضو بتعلي التريبل سنة صغيرة وتبدأ تظبط الدنيا معاك كده، فبتلاقي الصوت طلع معاك كويس زي ما حضرتك كنت متوقع، او يمكن احسن ما كنت متوقع كمان. هي بتبقى حاجات بسيطة بس بتفرق والله، وبتطلع الحاجة يعني بشكل كويس. ده كان درس النهاردة، أرجو إنه يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو الفيديو عجبك. ما عجبكش خلاص، أنا آسف إن أنا ما قدرش أفيدك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.